سبحان الله، إنسان يؤتيه الله آياته ويخلع عليه من فضله وعلمه ويكسوه من إحسانه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والارتفاع، ويترك ذلك كله ويخلع فضل الله ويتبع الشيطان فيسقط من الثريا ليلتصق بالثرى ويصبح حاله كالكلب يلهث في كل أحواله، إن طورد يلهث وإن لم يطارد فهو يلهث في كل أحواله. إن الاستهانة بالذنوب والمعاصي سبب كبير للانتكاس والانحراف، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا في مفصل من مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من تطفئ الأنوار وتعصي الله عز وجل في الظلام، أين الله خالق الظلام؟ أين الله خالق الظلام؟ يا من تقلب هاتفك في النساء الكاسيات العاريات، أين الله؟ يا من توزع أشرطة الفيديو الخبيثة إلى أصحاب الجوالات والذواكر، أين الله؟ يا من تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أين الله؟ يا من تغش في بيعك وشرائك، أين الله؟ يا من تظلم زوجتك، أين الله؟ يا من ترتكب الفواحش والغدرات والفجرات، أين الله؟ أين الله؟ سؤال مهم يجب أن نطرحه على أنفسنا جميعا، أين الله في حياتنا؟